عريس اللقاء ونجم اللقاء وصاحب الهاتريك محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الاهلي. وكهربا مبروك على كرة الهاتريك ومبروك على اول هاتريك ليك مع النادي الاهلي. مباراة كبيرة النهارده يا كهربا، اعتقد يعني بتبقى من اللحظات السعيدة في حياتك يا كهربا النهارده اول هاتريك ليك مع النادي الاهلي. الحمد لله، بشكر ربنا على فضله ونعمه الواحد في الفترة ديت. كان الواحد تعب الفترة اللي فاتت دي وربنا كافئه وصبرت صبر كان صعب قوي عليا، والحمد لله ربنا كل ماتش كل ما العب ربنا بيكافئني على صبري وان انا كنت راضي بكل حاجه، وبحمده واشكره وبشكر اللعيبه والجهاز الفني على مساعدتهم ليا دايما، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على مساندته خلال ال7-8 شهور اللي فاتوا دول كلهم. ويعني الواحد مش عارف يقول ايه يعني بجد والله يعني الانبساط، بس طبعا يعني الفرحه ديت بس النهارده انا يمكن مش فرحان على قد ما جمهور النادي الاهلي يعني لازم افرحه كل ماتش انا واللعيبه. يمكن الواحد مش فرحان الفتره دي لحد بس ان شاء الله لما نصعد باذن الله، وكلنا قافلين على نفسينا لحد لما نرجع نفرح جمهور النادي الاهلي، لان انا عارف ان هم زعلانين مننا. كهربا قريب من جمهور النادي الاهلي وهو واحد من جمهور النادي الاهلي ودايما قريب من نبضهم، بتزعل لزعلهم وبتفرق، بتبقى نفسك تعمل كل حاجه عشان تسعد الجمهور يا كهربا. كان يعني الحمد لله دي نعمه من عند ربنا ان جمهور النادي الاهلي كله بيحبني. يمكن محبه من عند ربنا وانا بحبهم جدا. يمكن انا ما اقدرش اشوف واحد من جمهور النادي الاهلي زعلان وانا ابقى فرحان. يعني يمكن ربنا عالم النهارده الواحد فرحان، بس انا عارف ان جمهور النادي الاهلي لسه زعلان لحد لما نصعد وان شاء الله ناخد افريقيا والدوري باذن الله. وما تزعلوش، الفتره الجايه هتبقى كويسه لينا كلنا لان كلنا منكم، بس انا يعني طالب بس الدعم ليكم منكم لينا كلنا وان شاء الله ربنا الكريم يفرحنا باذن الله. كهربا عايز اخد كلمه من كهربا لاكتر ما يعني مجموعه كان ليها دور مع كهربا، والدك ووالدتك، وانا عارف مدى حبك وارتباطك وبر كهربا بوالده ووالدته، وانا عارف حاجات كتير جدا انت بتعملها يا كهربا، اعتقد كان هم كلمه السر ومن حقهم النهارده ان احنا نديهم حقهم. والدتي اختي ويمكن انا بشكرهم الفترة اللي فاتت دي، كانوا مستحمليني كويس جدا، والواحد من غير اهله يعني مش يقدر يعيش. لا انا عمري ما بفقد الثقه لان انا والدتي دايما وكانت بتقول لي كلمه يمكن ده اللي كنت ماشي بيها الفتره اللي فاتت ديت. كانت بتقول لي طول ما انت سليم واقف على رجليك وداخل البيت علينا دي بالدنيا وما فيها. فالحمد لله وبشكرهم ابويا وامي طبعا واختي واخويا. يمكن الفترة اللي فاتت دي دعموني كويس جدا، وإن شاء الله أقدر أفرحهم دايما لأن هم كلمة السر في كل حاجة. أهلي يحفظهم لك ويبارك لك فيهم يا كهربا، ودايما تفرحهم وتفرح كل جماهير النادي الاهلي.